هذا البيت الوحيد حاليا معروف، وسعر البيت 750. المدارس كل الزينة. مرحبا حبايب، وياكم احمد مكية، وكلكم العقاري من شمال فيرجينيا. اتمنى الكل بخير الصحة والسلامة وراحة بال. جبت لكم هذا البيت اللي حتشوفون التفاصيل مالته من جوا. سوينا تور الصبح. احنا وين حاليا؟ شانتلي فيرجينيا. اوكي 20152 هذا الزب كود. هواي ناس دائما يريدون يعرفون وين المكان، شنو الزب كود، شنو المواصفات. شنو مواصفات البيت هذا؟ 4 غرف نوم، 3 حمامات ونص، 2550 2600 قدم مربع، بجراج ابو السيارتين. والبيت الروف مالته مجدد، اتوقع مجدد لو هاي السنه لو قبل سنتين، فكل شيء تمام. انا شفت البيت من جوا كلش نظيف ومرتب. وسعر البيت 750 ألف. زين، البيوت اللي بنفس المواصفات هم انديونت اللي انباعت بنفس المجمع 740 إلى 746 اللي انباعوا بآخر سنتين، فسعره منطقي 750. وحسبت لكم الدفعات الشهرية إذا ناوي تحط 10% داون بيمنت على 6.5، خلينا نفرض أنه حصل 6.5 كإنترست ريت، تصير دفعة شهرية 4900 إلى 5000 دولار around this يعني. زين، هاي طبعا دفعة شهرية شامل كامل كل شيء، التاكس والانترست والاتش او اي والايكويتي، يعني هو المورجج نفسه. زين، شيكتكم المنطقة. يعني إذا تدور هسه حاليا بيت مواصفات 4 غرف نوم، 3 حمامات ونص، و 2010 واكثر سنة البناء، هذا البيت الوحيد حاليا معروف كل شانتلي. شانتلي طبعا متوزع بين فيرفاكس كاونتي ولادن كاونتي. الناس اللي ما يعرفون، هاي معلومة جديدة احتمال ما سامعيها قبل. المدارس كل الزينة. زين، المدارس تقرأ 8 و7. It's a high income area not like so. زين، و it's a very diverse community. زين، وأنا أخدم المناطق. اللي ما يعرفني طبعا، أنا أحمد مكية again، أخدم المناطق برنس ويليام كاونتي كل مدنها، ستافورد كاونتي بكل مدنها، فيرفاكس كاونتي بكل مدنها، ركز على فيرفاكس ام الفلوس، ولاودن كاونتي اللي انا عايش بيها حاليا، وبعد منه اتمنى ما نسيت الكسندريا بالطبع، وارلينغتون ام الفلوس هم اللي بصف دي سي. اتمنى حيعجبكم الفيديو التور، استمتعوا بيها، واي سؤال انا حاضر، رقمي حيكون اسفل الشاشه، ولا تترددون. ترى الفرق بين الواحد المستأجر والواحد اللي اشترى هو بس مجرد شال التليفون، الو انا اريد اشتري، هاي الانكم مالتي، هذا الداون بيمنت، حولني على موظف القروض. ابو الموظف القروض يعطيك ايش قد يطلع لك قرض وشنو اللي يحتاجه وضعك، يعني حتى تكون مؤهل تشتري. ومن هناك نقعد ندور بيوت سويه. الموضوع ما معقد، بس مجرد يراد له موتيفيشن. زين، وهاي ناس تتحول من بيت الاول للبيت الثاني، دي يقدرون يسوون هالشيء. تقدر تستخدم البيت الاول كانفستمنت، يجي لك منه ايجار، هذا الايجار ينضاف ويا الانكم مالتك ويا الداون بيمنت، تقدر تشتري بيت ثاني اذا مخطط تشتري بيت ثاني. فالموضوع ما معقد، بس مجرد يراد لك كونسلتيشن. خابروني وانا حاضر بالخدمه. مشاهده ممتعه، مع السلامه، باي باي. اوكي، وبلشنا. هذا مدخل البيت مثل ما تشوفون. اول ما تدخل عندك مدخل من الجراج من الجهة الثانية، وعندك مدخل الضيوف. هذا مدخل الضيوف. هذا الممر يوديك الغرفة، تقدر تعتبرها صالة، تقدر تعتبرها اوفيس، تقدر تعتبرها كيفك جيم. زين، تشوفون spacious enough. طبعا فوق 20 فيت طول مالتها. زين، وهذا مدخل الجراج. اللي يدخل المسواق يدخل منه، يعني يدخل السيارة وبعدين يطلع يصعد all the way up. زين، يمر بهاي المنطقة وبعدين يصعد. نكمل قبل على ايدنا اليسرى، هاي الميكانيكال روم، ولي قدام غرفة النوم. زين، سوري الستابلايزيشن مال الكاميرا ما كان فعله، بس المهم غرفة النوم هاي كوين. زين،
مثل ما تشوفون يعني it's good space، وعندك حمام كامل كل يعني تفاصيله، فاللي يقعد كضيف يكون مرتاح ما يحتاج يصعد لي فوق. عندك هنا كلوزت، نصعد فوق شوف الوضعية فوق. زين، الكابنس بريميوم، يعني ما يحتاج يذب اي قطرة صبغ على منطقة المطبخ، والبيت بصورة عامة كله مرتب ومصبوغ حسب الاصول. وهاي الصالة ليفينج روم تتحمل يعني 8 أنفار إلى 12 نفر يقعدون يتجمعون حسب الطريقة اللي أنت مصفط بها الفرنتشر، بس ستيل يعني it's good space. وهاي المنطقة دايننج اريا، وهذا التراس الخارجي يعني. زين، وبالطبع بينك وبين الجيران اكو سياج، ما حد يشوف الثاني، يسويها برايفسي. هاي الميزة كلش قليلة لبيوت التاون هاوسز، عادة يكون واحد يشوف الثاني. منطقة الديك او التراس هذا لا، هو already the way they built it اكو بيناتهم سياج. اكو حمام ضيوف نص هاف باث. زين، ما ضيوف هذا بالطابق الوسطاني. نصعد للطابق العلوي اللي بغرف النوم. اللوندري فوق بهذا الطابق. هاي الماستر بيدروم، هذا كينج سايز بيت. والماستر باثروم طبع على ظل عين اكو شمس تدخل، لانه هذا البيت اند يونت، ميزة كلش حلوة. عندك ووكن كلوزت بالغرفة، وعندك هذا الماستر 2 سينك، واكو عندك ستاند اب شاور. طبعا هو هذا اوريجينال، بس 2012 البيت، بس تحسه هسه مبني يعني لايت يوز. هاي الووكين كلوزت تتحمل نفرين يعني يحطون غراضهم هدومهم. وهذا الحمام مشترك على ايدي اليسرى. هاي الغرفة غرفة اللوندري، واشر اند دراير. زين، فتحنا الأضوية، سدينا الأضوية. وهذا دايركتر كات الكومنتري. وهذا الحمام مال جهال مال أطفال. زين، بي تاب على ايدي اليسرى، باث تاب. الغرفة اليمنى والغرفة اليسرى. الغرفة اليمنى ظهر أصحاب البيت مستغليها مسويها أوفيس يشتغلون ريموتلي. وهذا الشباك مطل على الحديقة الخارجية مال مجمع ال HOA $125 بهذا المجمع. اوكي so far so good. وهاي الغرفة اليسرى تقريبا الغرفة اليسرى شوية أصغر من الغرفة اليمنى، بس ستيل يعني حاطين بيها هذا الفراش، بس spacious it's not bad at all. وأتوقع خلصنا جولتنا. زين، وهذا هاي الحديقة مال المجمع نسميها المنافذ المشتركة، وأكو بصفها visitor parking خير من الله على الداير. وهذا السايد مال البيت، واتمنى عجبتكم هاي التور. هذا البيت في شانتلي. اي سؤال انا حاضر بالخدمة، تواصلوا وياي وان شاء الله ما نقصر. يلا تحياتي، باي باي.